ان الكابتن عماد النحاس ادى مهمته الموسم اللي فات في نهايه الدوري، وبيتحمل مسؤوليات في اوقات صعبه جدا جدا. ممكن ناس تانية ترفضها خصوصا في الفتره دي، وهو ان هو عارف ان هو مدير فني مؤقت. على فكره لما بتعلن ان مدير فني مؤقت بتبقى مشكله برضه، لان اللعيبه بتبقى عارفه ان المدير الفني ده قاعد بس 3 4 ماتشات وبعد كده ماشي، او هيبقى مثلا مدرب مساعد مش هيبقى ليه الكلمه في الاداره الفنيه. فانا شايف برضو ان دي مخاطره كبيره جدا جدا بتعيين جهاز فني مؤقت. ولكن كابتن عماد النحاس قال تصريحات انا شايفها ان هي خاطئه وغريبه جدا، وعمل برضو مخاطره ان هو لاعب زيزو وامام عاشور والاثنين مصابين. واللي انا عرفته ان الجهاز الفني قال او نصح ان هم ما يلعبوش المباراه، ولكن كابتن عماد النحاس طلع قال لك ان زيزو هو يتحمل مسؤوليه لعبه. لا طبعا، مش موجوده في اي مكان في العالم، مش موجوده في اي فريق في العالم. لما لاعب بيحس بشد، انت ما بتتكلم قبل المباراه في التسخين، لازم المدير الفني يتدخل هو والجهاز الطبي، وعلى طول يبدل اللاعب ده علشان اولا ما يخسرش اللاعب لفتره طويله، ثانيا ما يخسرش تغيير مهم. اذا هنا الغلطه كانت من عماد النحاس، والجهاز الطبي برضه لازم يتحمل المسؤوليه حتى لو هو نصح ان المدير الفني ان اللاعب ما يلعبش والمدير الفني اصر. اذا الجهاز الفني كان لازم يعلن ده في ساعتها، ولازم يكلم وليد صلاح الدين والاداره ويقول لهم ان انا بنصح بعدم لعب اللعيبه دي المباراه، وانا غير مسؤول عن اي حاجه تحصل او اصابات تحصل للعيبه دي. هنرجع بقى بقول لك لعماد النحاس، كان قرار خاطئ جدا جدا، خصوصا زي ما بقول لك ان زيزو اولا جاله شد في التمرين، ودي مش حاجه سهله. ده مش كدمه، عارف لو مثلا لاعب حصل له كدمه مثلا في التمرين او حاجه، وقال لك مثلا او الجهاز الطبي لقى ان ما فيهاش اي حاجه، فيش كسر، ما فيش الكلام ده كله، بيعملوا طبعا زي اختبارات كده سريعه، ماشي. ولكن لما يكون في اصابه عضليه شد، يبقى انت بتاخد مخاطره بنسبه 99% انه يحصل له مزق. ما هو الشد ده اول درجه، العضله بتديك كده سيجنال او اشاره لجسمك ان انت العضله دي محتاجه ان هي ترتاح. فلما تزود على العضله وهي عندها شد، بيحصل لك طبعا المزق ده، وده اللي بنسبه كبيره حصل لزيزو. آه، طبعا هتبينه الاشاعه، ولكن المزق غير الشد تماما. الشد كان ممكن يبقى اسبوع